العمر مجرد رقم فعلا، لكن فرق السن بين النجمات دول وأزواجهم صدم الجمهور. في الفيديو ده هقولك على أشهر 10 فنانات اتجوزوا رجالة قد عيالهم. رقم 1 الفنانة القادرة غادة عبد الرازق، اتجوزت 12 راجل قدها وأكبر منها وأصغر طبعا، لكن أصغر أزواجها كان مدير التصوير هيثم زنيدة، وكانت أكبر منه بأكتر من 25 سنة. رقم 2 الفنانة سوسن بدر، اللي اتجوزت لحد دلوقتي 7 رجالة. أصغرهم كان فريد المرشدي ابن الفنانة ناهد فريد شوقي، اللي كان أصغر منها ب20 سنة. استمر جوازهم 4 سنين رغم إنهم كانوا قصة حب كبيرة. رقم 3 الفنانة سعاد حسني، اللي قبل العندليب كانت متجوزة زكي فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد، وقتها كان حرفيا من دور عيالها. هي عندها 43 سنة وهو عنده 25، بفرق عمر 18 سنة. الجوازة ما كملتش أيام معدودة وانفصلوا. رقم 4 مي كساب، فنانة ويمكن هي الأشهر لحد دلوقتي بسبب نجاح الجوازة دي. اتجوزت في 2015 مغني المهرجانات أوكا، وقتها الكل اتفاجئ لأن الفرق بينهم مش صغير، ده أكتر من 15 سنة، لكن برغم كده قدروا يثبتوا إن جوازتهم ناجحة، والدليل إنهم لحد دلوقتي مكملين، وفي جوازهم السعيد خلفوا فريدة ودليدة ونوح. رقم 5 سمية الخشاب، عدد جوازاتها من بره الوسط الفني مش معروف، لكن أكتر جوازة أثارت جدل كانت من الفنان أحمد سعد في 2017، اللي كان أصغر منها ب15 سنة، وكلنا طبعا فاكرين أحداث انفصالهم وخروج سمية من الجوازة دي من غير الطحال. رقم 6 الفنانة ياسمين عبد العزيز، اللي كانت أكبر من أحمد العوضي ب6 سنين. جوازهم انتهى بعد 4 سنين بعد تنبؤ العرافة ليلى عبد اللطيف بطلاقهم. رقم 7 بقى الفنانة نيلي كريم، اللي اتجوزت بعد أبو بناتها لاعب الاسكواش أحمد عاشور، اللي أصغر منها ب8 سنين، وبرضه ما استمرتش الجوازة فترة طويلة. رقم 8 الفنانة أنغام، اللي اتجوزت أكتر من 4 مرات، منهم الفنان أحمد عز، وتم الإعلان عن الزواج ده بعد الطلاق عشان بعده تتجوز الموزع أحمد إبراهيم في 2019، اللي كان أصغر منها ب11 سنة، وانفصلوا في 2020. رقم 9 المطربة ليلى غفران، اللي اتجوزت في 2005 المخرج أنس داعية، اللي كان حرفيا من دور عيالها، لأن وقتها هي كان عندها 54 سنة وهو عنده 24 سنة، يعني الفرق 30 سنة. رقم 10 الفنانة آثار الحكيم، اللي اتجوزت بعد أبو ولادها الإعلامي ياسر كمال خليل، اللي كان أصغر منها ب7 سنين، ورغم فرق السن زواجهم مستمر لحد دلوقتي.